السلام عليكم، مرحبا بكم في الدرس الجديد. إذا غادي نكملو مع second list of phrasal verbs, most common phrasal verbs used in the second year baccalaureate exam. إذا هاد الأفعال هادو الأكثر استعمالا كيف قلت لكم في آخر درس في الامتحان الوطني. Okay, so look for. إذا كيف ما شفنا phrasal verb كنشوفو هنا meaning المعنى ديالو و it collocates with يعني الكلمات أو الوضعيات اللي كيمشي معها هاد phrasal verb. So to look for means to search for تبحث عن أو كتقلب على شي حاجة. It usually collocates with a job, a person, an object. يعني كتقلب على خدمة على شي شخص مثلا على شي حاجة. Second phrasal verb is to look up. To look up لاحظتوا بدلنا غير preposition فكيتبدل المعنى. هنا to look up is specific or can be specifically used with searching for a word. إذا البحث عن كلمة. It collocates with words in a dictionary, difficult words, كلمات في المعجم أو كلمات صعبة. To take off means to remove. إذا تحيد شي حاجة. عادة كتستعمل مع clothes, hat, shoes, jacket, clothes, items. So to remove something, to take off your shoes, take off your jacket, it's hot outside. Or take off عندها معنى آخر في هذا الوضع أو في هذا يعني هذا context السياق اللي هي to leave the ground يعني كتقلع يعني leave the ground. It collocates with an aircraft, a plane. إذا أي حاجة اللي كتطير مثلا. So took off يعني the plane took off. هذا في المعنى الحرفي ديالها. كاينين معاني أخرى ولكن أنا كنركز لكم على المعاني اللي كاينة في الامتحان الوطني للبكالوريا. To make up means to invent يعني تختلق. هاد الميك اب كتمشي usually مع lie, an excuse, a story. إذا كتمشي مع قصة أو لا مثلا عذر أو لا كذبة مثلا lie. To give up is or means to stop a habit يعني كتوقف واحد العادة. هاد العادة كتكون غالبا عادة سيئة أو لا سلبية ما خصهاش تكون. بحال smoking, staying up late يعني كتبقى فايق معطل بالليل. Eating fast food, eating junk food, not paying attention in class. So give up means كتخلى على واحد العادة غالبا كيف قلنا سيئة. To take up is to start a hobby. إذا ملي كنشوفو take up كتعني أنك كتبدا في واحد الهواية أو لا تعلم واحد الهواية جديدة. For example, singing, drawing, gardening, البستنة، الرسم، etc. To check out of is to leave a hotel. يعني كتخرج من واحد الأوتيل اللي كنتي فيه. إذا كتمشي مع هوتيل الحاجة الوحيدة اللي كتمشي معها. Check into not to register in a hotel. إذا كتدخل لواحد الأوتيل أو لا كتجي باش كتسجل فيه وكتعطيهم لاكارت ناسيونال مثلا. So to check in to the hotel. إذا كيف ما يعني جرت العادة غادي نشوف واحد التمرين. So it's hot in here. تقدروا توقفوا الفيديو حتى ديروا هاد التمرين هذا على خاطركم ومن بعد you can play it to see the answers. It's hot in here. You should في الغالب يعني في الوطني في phrasal verbs كيتعطاكم ثلاثة ديال الاختيارات وانت كتختار على هاد الشيء اللي قريتيه واللي عاقل عليه فكتختار الphrasal verb المناسب. So it's hot in here. You should your jacket. هنا يلا شفنا الدرس دونك انت كتشوف jacket. It's hot in here. الوضع او السياق كيقول بانه الجو حار هنايا. اذا شنو خصك دير؟ Very good. To take off your jacket. To take off your jacket. Number 2. Many people smoking during Ramadan. إذا الوضع كيقول أو السياق عديد من الناس smoking التدخين اللي هو عادة مضرة during Ramadan. إذا يقلعون عن التدخين أو يتوقفون عن التدخين. إذا many people give up smoking during Ramadan. Number 3. We will the hotel tomorrow. إذا هنا شفتي the hotel. ممكن نستعملو check into or check out of لأننا ما عندناش شي حاجة في السياق كتدل على واش غادي ندخلو ولا نخرجو ولكن نقدرو نستعملوهم بجوج. We will check into the hotel tomorrow or we will check out of the hotel tomorrow. Number 4. I always use the dictionary to new words. لأن هنا الوضع أو السياق واضح. دائما كنستعمل المعجم للبحث عن كلمات جديدة to look up new words. Number 5. After I graduate from college, I will, very good, I will look for a job.
غادي نقلب على خدمة. So I hope the lesson was easy. نشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي مع the third list of phrasal verbs.